قصة حليمة بنت عثمان وبلا، واختفت ازاي وايه اللي حصل؟ ده اللي احنا هنتكلم مع بعضنا فيه ان شاء الله دلوقتي. بس ما تنسوش حضراتكم تشاركونا بالمتابعة والاشتراك والضغط على الجرس تصلكم منا كل جديد. الموضوع بدأ ازاي وامتى حليمة اتولدت وامتى حليمة اختفت وامتى حليمة ظهرت؟ القصة دي والفيديو ده بيتكلم عن حليمة وبلا وعثمان. بدأت القصة بإن بلا متعودة تروح تزور قبر حليمة اللي المفروض توفت، وفي يوم كانت نايمة وحلمت إن هي راحت عند قبر حليمة واخدة معاها كوب من اللبن. لقت واحدة لابسة أبيض فأبيض وشعرها أسود وطويل زيها بالظبط، وقاعدة عند القبر بتاعها. فلما قربت عليها شافتها من بعيد، فطبعا قامت مشيت اللي هي اللي لابسة أبيض ديت، وبلا مشيت وراها وحست إن هي حليمة بنتها، قعدت تنادي عليها وتقول لها حليمة يا بنتي انتظري. فطبعا لما مشيت اللي هي اللي كانت قاعدة ديت سابت لها حجاب، والحجاب ده كان يخص حليمة. بدأت القصة ازاي؟ حليمة اتولدت أساسا في المغارة في أيام صعبة جدا مع عثمان، وقعدت معاها حوالي بتاع 5 سنين. وبعد كده راح عثمان للجهاد، راح عشان يعمل فتوحات، وراحت حليمة بأفراد القبيلة بتاعتها في منطقة ناحية بورصة في الغابة، وقالت لأهل القبيلة إن عثمان راح يفتح قلعة وهو بيبعت لكم السلام. وطبعا قال له بتقول اللي هم يعني ايه اهلها في القبيلة اهلا بكم في موطنكم الجديد. كانت للأسف صوفيا هنا موجودة في المكان اللي فيه بلا وحليمة بعد 5 سنين. والمفروض ان صوفيا توفت من فترة طويلة، وعثمان المفروض ان هو قتلها ورماها من فوق سور القلعة، والمفروض ان هي انتهى امرها قدام الجميع. ولكن صوفيا ما ماتتش، ولبست الزي اللي هو اللبس اللي هو بتاع القبيلة، وقدرت تتخفى ودخلت في وسط القبيلة. في الوقت دوت كانت بلا مش في وعيها خالص، ولا في أي مشكلة بينها وبين البيزنطيين أو بينها وبين خلاص الحرب يعني المفروض إن هو خلص. وكانت أولجين مرات جرقطاي كانت حامل بالغازي، وكان في الوقت ده جرقطاي ما كانش موجود لأن جرقطاي اختفى حوالي 10 سنين، كان أسير ومحدش يعرف عنه حاجة. تمام. هنا حليمة كانت موجودة في وسط القبيلة، وجا خبر لبلا إن عثمان وقع في مشكلة وبتاع، فخدت بلا نادت على الجنود انهم يجهزوا الأحصنة عشان يذهبوا. حليمة قالت لها ما تذهبيش، قالت لها بنتي الحبيبة سأذهب ولكن سأعود. قالت لها يا أمي ما تذهبيش وتتركيني لوحدي، كأن البنت حاسة ايه اللي هيحصل. ولكن بلا لم تتأثر بكلام حليمة، وقررت ان هي تودع حليمة و تحضنها الحضن الأخير وتذهب لإنقاذ عثمان. دايما عثمان لما كان بيقع في مشكلة كانت فعلا بلا بتنقذه في الوقت المناسب بالمحاربين، وفعلا بلا ركبت الأحصنة مع الجنود وذهبت لإنقاذ عثمان. لكن الكارثة هنا إن صوفيا موجودة في القبيلة وبتخطط لخطة كبيرة جدا ومستقبل كبير جدا تنهي بيه على عثمان وعلى بلا. ذهبت بلا بعد ما تركت حليمة إلى أولجين زوجة جركوتاي، وقالت لها خلي بالك منها. طبعا حليمة بتبكي، فهي بتقول لها ستعود يا صغيرتي والدتك وانت معانا هنا، وما تخافيش وما تقلقيش من أي حاجة. هنا استغلت الفرصة صوفيا، وكانت مستخبية في وسط القبيلة ومحدش يعرفها خالص، وقررت إن هي تخطف حليمة، بس مستنية الوقت المناسب اللي تخطف حليمة فيه عشان تعذب عثمان وبلا. طبعا هنا كانت أولجين أم جركوتاي اللي هي زوجة جركوتاي كانت هنا
ملهية في الطبيخ، وملهية في الحاجات اللي هي بلا أمنتها عليها. وطبعا راحت هنا بلا. طبعا بلا خلاص ذهبت بقى لإنقاذ عثمان. وهنا أولجين زوجة جرجطاي قعدت مع حليمة، المفروض إن هي تخلي بالها منها. هنا صوفيا فضلت إن هي مستخبية ورا العربية اللي كانت محملة سجاد وكده، وبتراقب حليمة لغاية ما حليمة تروح في أي مكان عشان خاطر تستغل الفرصة صوفيا وتخطف حليمة، لأن صوفيا كانت بتفكر في موضوع كبير جدا. وبالفعل أولجين زوجة جلقطاي بصت لقت حليمة قاعدة على شاطئ النهر لوحدها، فخافت عليها وكانت رايحة عشان تجيبها. لكن الخادمة بتاع صوفيا سببت مشكلة وألهت أولجين معاها، فاضطرت أولجين إن هي تسيب حليمة مكانها قاعدة على النهر. وهنا استغلت الفرصة صوفيا وذهبت إلى حليمة وهي قاعدة على النهر وتعرفت عليها. وطبعا حليمة بنت صغيرة كان عندها حوالي 5 سنين. قالت لها ازيك يا حليمة، عاملة ايه؟ انا يعني انا امك بلا بعتتني عشان خاطر اخدك معايا، عشان خاطر تروحي معاها الفتوحات. امك في انتظارك دلوقتي، يلا بقى عايزين نروح لها عشان نلحقها بسرعة. طبعا حليمة من النوع اللي بتحب التفاح، فطبعا أغرتها بتفاحة صوفيا واديتها التفاحة. والبنت اتبسطت كويس وخدت التفاحة من ايدها وقررت ان هي تروح معاها. قالت لها لتأتي حليمة، قالت لها يلا يا حليمة تيجي معايا، قالت لها نعم. فطبعا هنا حليمة خلاص سمعت كلام صوفيا وما خافتش منها، وشالتها صوفيا بالفعل ومشيت في وسط الأشجار، وخلاص اختفت عن أهل القبيلة واختفت عن المكان اللي يخص عائلة بلا وعثمان. وبالفعل قدرت صوفيا إن هي تخطف حليمة، وقدرت إن هي تاخدها إلى مكانها اللي هي عايزة تربيه فيه. وأول طبعا ما خطفتها قالت لها أنت أيها الشيطانة الصغيرة. هما كانوا يخافوا جدا من عائلة عثمان، لأن هما كانوا من النوع الأقوياء جدا والأذكياء جدا، وكانوا كل ما بيكبروا بيصبحوا محاربين أقوياء. فهنا اضطرت إن هي تكتم نفسها عشان يغمى عليها عشان ما تزعقش، لأن البنت اكتشفت إن الموضوع في خدعة من ذكائها اللي هي ورثاه من أبوها وأمها. فاضطرت صوفيا إن هي تكتم نفسها وخلاها تغمى عليها الفترة لغاية ما تاخدها. وبالفعل بعد ما أغمى على البنت قلعتها الحجاب بتاعها ولبستها سلسلة الصليب. وابتدت هنا صوفيا تاخد حليمة وتبص لها بنظرة شرسة جدا، بإن أنا هاخدك يا حليمة وهستغلك وهكبرك وهخليكي في يوم من الأيام تقتلي أبوك وأمك وعائلتك بإيديكي الاتنين دولت. أنا يا عثمان هنتقم منك وهنتقم منك يا بلا، والأيام هتثبت لينا الكلام ده. طبعا كله ده كانت آه، بلا بتفتكر ايه اللي حصل، وصوفيا كمان بتفتكر ايه اللي حصل في نفس الوقت. هما الاتنين كانوا بيفتكروا. بلا افتكرت اخر ايام سابت فيها حليمة واختفت، وصوفيا افتكرت اخر ايام اللي هي خطفت فيها حليمة. وبالفعل خدت حليمة وردتها في معبد من المعابد الخاصة بصوفيا، وكبرتها وخلتها أشهرس محاربة عندها، واعتبرتها بنت أختها وصبغت شعرها أحمر زيها بالظبط، وقالت لها إن أنت بنت أختي. ولما سألتها البنت فين أبويا وأمي، قالت لها عثمان وبلا قتلوهم وعذبوهم وحرقوهم وخلوا البت شرسة جدا. هنا بلا كانت قاعدة في الخيمة بعد ما حلمت ببنتها، وكانت طلعت اللبس بتاع بنتها وقاعدة تبكي وحزينة جدا، وقاعدة في الخيمة بتفتكر
ذكريات بنتها وتشم في ريحة هدومها وتخش في حالة نفسية وحشة جدًا، وطول ما هي بتفكّر في بنتها اللي اختفت وتوفت تفضل على طول حزينة. جه عثمان في الوقت دوّة دخل لقى بلا في وضع مش طبيعي بعد إنقاذها من الحرب اللي فاتت من يد صوفيا، وجاب بلا وقال لها تعالي نامي على صدري وابكي براحتك وطلّعي كل اللي جواكِ، وبالفعل بلا ابتدت إن هي تبكي بغزارة على صدر عثمان، وابتدت إن هي تحكي لعثمان. عثمان بيقول لها ما تبكيش وتعالي هنا وما تزعليش نفسِك، قالت له: "يا عثمان أنا بابكي على حليمة." قال لها: "أنتِ برضك الحلم جالِك تاني؟" قالت له: "أنا شُفت حليمة في المنام مرّة تانية." طبعًا في الوقت ده كانت فعلًا حليمة ظهرت وكبرت وبقت شابة كبيرة عندها حوالي بتاع 16 أو 17 سَنة. فهنا طبعًا عثمان بيقول لها: "غمّضي عينيكِ ارتاحي وهتبقي كويسة." فابتدت إن هي تحكي لعثمان، قالت لأ بَلَى بتحكي لعثمان بتقول له إن صوفيا قالت لها إن في سِر، السِر ده لو عرفتيه هتتمني إن أنتِ تعيشي 100 عُمر تاني عشان تعرفي السِر ده إيه. وهنا صوفيا كانت بتحكي للوكاست بتقول له: "لوكاست أنا ربّيت الأفعى الصغيّرة خلّيتها هتقتل عثمان وتقتل بَلَع والعائلة كلّها بتاع عثمان. الشيء الوحيد الذي سيغلق الفرع الكبير في داخل هو ده البت بتقول إن أنا لازم أنتقم منهم، والحاجة الوحيدة اللي هتطفّي النار اللي جوايا إن أنا أقتل عثمان وبَلَع وعائلته كلّها." هنا لوكاست بيقول لصوفيا: "أنتِ شيطانة وفعلًا عملتِ حاجة ما حدّش يقدر يعملها أبدًا. إزاي إن أنتِ قدرتِ تاخدي بنت عثمان وقدرتِ إن أنتِ تربّيها وإحنا ما كناش نعرف عن الموضوع ده حاجة." وكان مستغرب جدًا لوكاس من اللي عملته صوفيا، وصوفيا قررت إن هي تدخّل حليمة بين قبيلة عثمان. حليمة كانت من النوع المستعجلة جدًا ومتهورة وعايزة إن هي تروح تقتل عثمان وبلا في أي وقت. جات في الوقت دوّة حليمة دخلت على صوفيا ولوكاس في اللحظة اللي كانوا بيتكلموا فيها، قامت صوفيا وخدتها بالحضن وطبطبت عليها وقالت لها: "بنت أختي الحبيبة إيه بيكِ وبتاع." قالت لها: "أنا عايزة أنتقم من عثمان ومن بلا ومن عائلة عثمان كلّها وأقتل كل أولاده، لإن أنا النار بتاكل جوايا ومش ه هارتاح إلا لمّا أخلّص عليهم." طبعًا هنا لوكاست بيستغرب وبيقول: إزاي إن أنتِ قدرتِ تعملي كل ده يا صوفيا، وإزاي إن أنتِ تخلّيها بالشراسة القوية دي، وده أكبر سلاح فعلًا هينهي على عثمان." طبعًا حليمة كبرت وبقت شابة جميلة جدًا، وبقت قوية جدًا لدرجة إن هي بقت أقوى من بلا نفسها، وكده زاد ال أولاد عثمان زادوا بقوة. عنده أورهان وعنده علاء الدين وعنده فاطمة. طبعًا فاطمة طيبة جدًا وجميلة جدًا وما فيهاش الشراسة الموجودة في حليمة. هنا كان عثمان وكّل أورهان بإن هو يروح يراقب المعابد اللي هي خاصة بصوفيا، وراح فعلًا أورهان برفقة زوجته هولوفيرا اللي هي اتربت في المعبد ده أساسًا، وفعلًا راحوا راقبوا المعبد بعتوا حد يخش يتجسس، لقوا إن هم ما بيدخّلوش حد غير الحريم داخل المعبد. هنا بقى قرّرت حليمة إن هي تروح السوق الحدودي وتروح هناك وتشوف الوضع إيه، وبالفعل راحت السوق ولبست لبس القاي ودخلت بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه دوّة، عشان خاطر تشوف بلا وتشوف أولادها وتحاول إن هي تقتلهم. والمفاجأة هنا إن هي أول ما دخلت السوق شافت فاطمة، وقد إيه فاطمة فرحانة ومبسوطة ولابسة زي نضيف ومبسوطة وكأن ما فيش حاجة حصلت. قامت النار بداخل حليمة والحقد الشديد من حليمة على فاطمة،
وكان يعني النار أو شدة الشراسة جوّه حليمة بتزداد أول بأول، لدرجة إن هي عايزة تروح تخلّص على فاطمة بأي طريقة من الطرق. وفي اللحظة ديّة جات بلا وحليمة واقفة بتنظر لفاطمة و وعايزة تنتقم منها بأي طريقة، في حقد شديد جدًا بينها وبين فاطمة. جات من هنا عدِّت بلا من قدّام حليمة، ولكن كانت حليمة مستخبية عشان صوفيا قالت لها ما تخلّيش بلا تشوف وشِّك. وبالفعل هنا وبلا ماشية في وسط الناس، وقفت في المكان اللي واقفة فيه حليمة، وحسِّت إحساس الأم وبنتها، حسِّت إن في حاجة بتشدّها لبنتها. لكن حليمة كل اللي جواها حقد وشر كبير، عايزة تخلّص على عدلت حليمة وشّها الناحية التانية، وبلا وقفت في مكانها، وابتدت تحس إحساس الأمومة نحو بنتها. ولكن هنا حليمة كانت عايزة تقتل بلا بأي طريقة. حليمة تنظر لفاطمة وتنظر لبلا وهُم مبسوطين وفرحانين. قررت حليمة بإن هي تعمل مشكلة مع فاطمة وتتعرّف عليها، وفعلًا خبطت في فاطمة، وقعت الحاجة اللي كانت معاها، وفاطمة بطيبتها قعدت تتأسف لها وتقول لها حقِّك عليّا وكلام من دوّة، سأشتري ليكِ واحدة تاني وكلام من ده. لكن حليمة قالت لها ده أنا كنت جايباها لجدتي وبتاع ومش عارف إيه. طبعًا الطيبة بتاعة فاطمة حبِّت حليمة من داخلها، لكن حليمة ما حبِّتش فاطمة، وفاطمة اتعلّقت بحليمة إحساس داخلي خلّاها اتعلّقت بيها. ولكن في اللحظة دي جات بلا، فاضطرت حليمة تمشي، وخلاص وضعت الحب ما بينها وبين فاطمة من جهة واحدة. وكانت حليمة هنا عايزة تقتل فاطمة وبلا بأي طريقة. راحت طبعًا بلا لبست لبس الراهبات وراحت لأورهان، وقررت إن هي تخش المعبد ويكتشفوا داخل المعبد، يشوفوا الدنيا إيه، وهل المكان ده خاص بصوفيا والّا لأ. وفعلًا لبست لبس الراهبات، وده كانت عاملاه في الجزء الأول مع عثمان، وكان دي مهنتها أساسًا إن هي تقدر تخش في الأماكن دي. وعند دخولها جوّه المعبد كانت المفاجأة إن حليمة موجودة جوّه. حسِّت بلا إحساس غريب جدًا، إحساس الأم إن إحساس الأم لبنتها بعد ما عدِّت حليمة من قدّامها، حاجة كده شدِّت بلا إلى بنتها بإن في حاجة. المهم خرجت وراحت لأورهان، وقالت له إن المكان دوّة مكان صوفيا، وهو المعبد اللي كنا بندوّر عليه من وسط آلاف المعابد، وهو اللي فيه السر الكبير، لازم نهجم عليه. أورهان قال لها مش هينفع نهجم إلا لمّا ييجي أبي. وهنا كانت بقى حليمة بتتدرّب مع المحاربين، وكانت بتطلّع الغِل جواها مع المحاربين. فعلًا أتى عثمان إلى بلا وإلى أورهان، وكانت بلا في الانتظار، وجات رسالة لصوفيا قال لها إن عثمان والقبيلة كلّها هيهجموا على المعبد. فعلًا راحت اتصرّفت صوفيا ودخلت من مكان سري، مغارة سرية، ودخلت إلى المعبد. وفي اللحظة دي هاجم عثمان وبلا وأورهان وعلاء الدين، ولكن حليمة كانت واقفة فوق ومعاها القوس بتاعها، وهي شديدة الشراسة ومتعلمة الحرب تمام، وكانت محتارة تضرب عثمان والّا تضرب بلا، مين تموّتهم الأول. وكانت بلا بتحارب في صوفيا وتحاول تعرف منها السر إيه، وكان عثمان بيحارب في لوكست وبيحاول إن هو يقتله. وفي الوقت اللي كانوا بيحاربوا مع بعض فيه، كانت المشكلة هنا إن حليمة واقفة فوق في مكان مخفي، ومعاها اللي هو السهم بتاعها، وبالفعل راحت ضاربة السهم بتاعها على قلب أبوها اللي هو عثمان، وجاء السهم في مكان خطير جدًا في عثمان، وكان الموضوع صعب جدًا. هنا بلا وعثمان في وقت واحد كلّهم استغربوا من السهم المفاجئ اللي المفروض إن عثمان كان بينقذ نَفْسه
من أي سهم كان بيجيله، والسهم ضرب في صدر عثمان في مكان خطير جدا من يد بنته الصغيرة حليمة اللي هي نور عينيهم. حليمة كانت شرسة جدا، وقررت حليمة إن هي تتخلص من عثمان ومن بلا، وقالت لعثمان بعد ما ضربته بالسهم بينها وبين نفسها: يلا موت، يلا ارحل، وانا هخلص على بقية عائلتك، ما تقلقش. كده حليمة قررت ان هي تخلص على بقية عيلة عثمان. استغرب القطاي واستغرب برهان من السهم اللي جه في صدر عثمان. عايزين تكملوا بقية القصة معايا؟ ان شاء الله تابعوني واعملوا لي لايك واشتراك واكتبوا لي في التعليقات كمل، وانا ان شاء الله هشرح لكم باللغة المصرية العربية البلد اللي احنا بنعيش مع بعضنا فيها ايه اللي هيحصل في الايام الجاية. وهل حليمة قتلت ابوها عثمان، وهل عثمان هيموت، وهل هتقتل بلا وعلاء الدين وفاطمة وأرهان زي ما قالت ولا لأ؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا في الأحداث الجاية إن شاء الله. بس ما تنسوش حضراتكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد على صفحتنا، صفحة أو قناتنا، قناة يوميات بشبش وآدم وجنة. ويا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، وحليمة مبسوطة إن هي قتلت عثمان وتقول له مت 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 يا عثمان. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم أخوكم